مرحبا بكم معنا من جديد في بودكاست 180 درجة. كما على بالكم اليوم راح نهضروا على موضوع جديد اللي هو الراب. ماهوش غير موسيقى، هو صوت الشارع وتعبير حر على الواقع. بدأ من الهيب هوب وانتشر في العالم وحتى عندنا في الجزائر، يهدر على المعاناة، الأحلام والفرح بلا تصنع. كل واحد عنده ستايله، وفي الأخير الراب بقى تاع ولاد الشعب. ضيفنا اليوم معروف بالجرأة والصراحة في اختيار مواضيع وكلمات أغانيه، يعرف كيفاش يحكي على الواقع المعاش بأسلوب يضرب في العمق. مرحبا بك أيوب معنا. مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندي. جو مي سون شي موا. ميرسي. سؤالي الأول ليك أيوب، كيما على بالنا شارك في الإذاعة في الصغر في برنامج عالم البراءة. الارشيف. احكينا على التجربة. بون سيتي واحد ليبوك اللي كنت انا نمد فيها. كان عندي ركن في ايميسيون تاع دراري صغار في لا راديو دو بويرا. كنت صغير. سيتي اون بارتي سبورتيف انا اللي كنت نديرها مع كاتيا صافا ليندا. كانوا حسره يا متواسيم. كانت اون ايكيب يعني اللي كنا صغار، كنا اون ايكيب يعني اللي ما شاء الله خدمنا في راديو في اذاعه البويره الجهويه. سيتي اون بون اكسبيريونس اللي خلاتني لاول مره نقدر نواجه الناس. بون دوكا انا ما نباليش دوكا نقدر ندير دي كونسير فيهم غاشي، ما نخاف ما نستريسي ما والو. داير لي كيستيون ما حبيتش نقراهم باسكو خلاص والفت لا سبونطانيتي هذيك نواجه. هذه عاونتني باش اون فيت نكون ارتيست اكطويلمون. يعني انت تشوف التجربة زادت شيء ما في شخصيتك؟ بيان سور بيان، ما كاش تجربه ما تزيدش حاجه في الشخصيه تاع الانسان. اي تجربه سواء كانت مليحه ولا ماشي مليحه تزيد في الشخصيه تاع الانسان امور. الإنسان قد ما يكبر يتمنى يرجع صغير وين ما كاش عنده هموم ومشاكل. طوايش دارهم أيوب يعني نوعا ما في لادوليسونس في الصغر. وي نحكي لك على الطوايش اللي درتهم باش نحكي الطوايش اللي درتهم. حاجة يعني بقات ذهن تاعك ما تنساهاش. عفايس درتهم كباغارير كبار كي كنت صغير. يعني بوغ بيان بريسيزي عندنا حكاية عليك اسمها جنان العنب. كنا صغار ما جارك من دون جنان فيه كنا مازال ما كلفناش يعني الحمد لله. ما كاش ذنوب ما فيهاش ذنوب. معليش احكي لنا شويه على جاري نحا قاعد اليوم حتى ديكوت نحد عليها صاحي ما لقيتش واش نحي. ايوب، العائله ايضا اثرت فيك وخلقت يوبي. وي اكزاكتومون. صرحت يعني من قبل انك لقيت الراب في الدار. خويا يونس. فوالا، هل اختيارك لدراسه الحقوق في الجامعه كان ايضا بسبب تاثرك بالعائله او كان اختيارك شخصي؟ لا بيان سور سيتي الاب تاعي خاوتي عباك انا ساكن في محكمه باش تفهمي كاع دي زافوكا وكاع قرينا قانون يعني مجال القضاء كاع قرينا في مجال القضاء والقانون. نعم هذا واش نقدر نقول. ما يعني نص شخصيتك ونص فوالا سي صا. وش هي الاضافه اللي زادها لك التعليم العالي؟ الإضافة اللي زيدها التعليم العالي إضافة كبيرة في حياة أي إنسان. يعني التعليم العالي الإنسان اللي دار دي زيتود سوبيريور راه يولي ديجا يزيد لك ان ستاتيو سوسيال. ديجا الحاجة الأولى ان ستاتيو سوسيال، يكون عندك ان بون ستاتيو سوسيال اللي تقدر تقابل به. الحاجة الدوزيام التعليم العالي يوري تقرا مع عباد مع كاع الجناس، يوريك عقليات، تتعلم بوكو بلوس امور اللي ما كنتش تعرفهم ولا كي تدخل في مجال يعني وتتقنوا. اذا اتقنت القانون دوكا ما تقدرش دير ما يقدرش واحد بار اكزومبل انا في الدومين تاع القانون او ما يقدرش واحد يدير لي ما باش يدير لي اسكروكري ولا قانونيه ولا فكاش ورقه ولا تولي تعرف في العقود، تولي تعرف واش حقك، تولي تعرف كذا. اكيد تزيد بار اكزومبل تقدر ديرها كوم بروفيسيون اللي تخدم بها ولا
هي القرايه ماشي اوبليجي تكون زعما حياتك، هي حياتك اللي تخدم بها ولا تدير بها حياتك كيف. بصح زعما التعليم العالي انا بالنسبه لي من الاساسيات اللي لازم يكونوا في البنادم، واللي ما لحقش يعني يطلب العلم وحده، يعني باب العلم ليس فقط مرتبط بالشهاده. شهادة. معروف أنه التضاد في الجنس موجود، يعني الذكور بطبعهم يميلوا للأم والبنات يميلوا للأب. كيفاش أثرت الأم تاعك في تكوين شخصيتك القوية؟ أمي أصلا أمي أطيب خلق الله. أمي كنت تقول لها خرجت لقيت سما خضرات أمن أطيب خلق الله، ولكنها يعني أمي من أول حاجة درتها مليحة أنها حثني على تعلم القرآن، وربي يجازيها إن شاء الله بكل حرف أقرأه كيما راني هكذا كبير راه تدي حسن. ثانيا يعني كانت في الصغر كانت سيفير في الكوتي تاع باغ اكزومبل اللي تكون منظم، اللي كراريسك عندك التاريخ لا لينيا تخليه في الفرنسي، والتاريخ تخلي 4 كاروات، تلقاك شويه اور هذا العفسات تقطع لك كاري تعاود تروح تكتب من دار جديد. يعني كانت سيفير في الامور تسمى تاع الدراسه تاع التعليم تاع كذا و elle m'a donné beaucoup de conseils dans la vie. يعني امي ربي يحفظها ان شاء الله. امين يا رب العالمين. عندك ايضا يعني اغنيه عن الام اللي يحبها كامل الشعب الجزائري، كيفاش جاتك الفكره انه دير ديو قوي كيما هذا؟ حابين نعرفوا يعني الكواليس. بون سي جليل طيبي كي بروبوزي نخدموا اغنيه على الام او بلوتو على اليتيم تيوا. وانا كان عندي واحد صاحبي يعني كان توفى ما هذوك اليامات فهمتيني، والارتيست الله يرحمها الارتيست يقدر يقدم حاجه بلسان الحال، يقولوا لها لسان الحال اللي هو انك تحكي على لسان شخص اخر. شايف دابري واش كان يحكي لي إما انسبيري باش خدمت هذيك الاغنيه. شايف تالمون كو واش حكيت واش حكى لي بون فاصون من القلب، كل الناس عم بالهم لما ماتت ولا يقولوا العفو الله تراكم فيما قال لك يعني غنيتها باحساس. ولكن زعما يعني هذا السوجي سورتو مأثر في بزاف ناس. ربي يرحم جميع الامهات اللي توفوا، امين، وربي يعين كل يتيم. حتى الله عز وجل يعني قال فاما اليتيم فلا تقهر. وكان ما كانتش حاجه عظيمه وكان لم يذكر في القران، وما ذكر في القران كله عظيم. صحيح. في هذا المجال بالذات ايوب، هل هناك صداقات حقيقيه ام لا؟ وش رايك في هذا؟ بيان سور المجال هذا يوريك عباد كيما انا اللي نخدم عنده حاليم كرونيك اخي خويا رابكينغ بالمناسبه صاحبي خويا فوبيا كانوا بيناتنا مشاكل والحمد لله تصفوا. يعني المجال هذا يوريك عباد تعرف كاع لي كاتيجوري. شوفي الفن يوريك كاع لي كاتيجوري وشنو الانسان يعرف يخرج من هذوك العباد كاع اللي يعرفهم في المجال الفني صداقات حقيقيه. يعني وكاين اللي دامت لسنوات وسنوات عديده، كاين ناس صحاب كيما TTH منا نتحاكوا اسرار وديزانتيميتي نورمال وخاوه والحمد لله. كاين فكره رائجه انه اغلب يعني مغنيين راب يخلقوا مشاكل باش يروجوا العمل تاعهم، يعني الخدمه تاعهم. انت مع او ضد هذه الفكره؟ شوفي لا كولتور اوربان اللي هي فن الشارع فيه المشاكل. الشارع راه فيه المشاكل. كي الانسان يكون في الشارع راح تلاقى بالمشاكل اوبليجي. انت اصلا تقدري تكوني تمشي تلاقي بزاف برا. الراب سي اون كولتور اوربان يصراو فيه مشاكل داكور، مي كاين واحد لي كاتيجوري تاع لي رابر بين قوسين التي لا انتمي لها. انا كون جو كلاش ريالمون يديروا ان فيلم كيف فاهمه بور دي شيفر باسكو الناس تحب تتبع مشاكل، او يديروا ان فيك بروبليم. هذه كلاشي يطلعوا لهم لي شيفر يديروا دراهم. الناس راهي تهضر وهما يديروا في دراهم. تما سبوتيفاي يمشي، يوتيوب يمشي، وهذه هي. انت ضد العمل مع شركه انتاج؟ وي. لانك تحب تكون حر. الكترون ليبر. وي باسكو عندك تعمل مع شركه انتاج
وانت في راسك في اي لحظه يقدر يهديك الله عز وجل، بالك تحبس الغناء هذا، بالك تبدل كاع ميتي، بالك ما عن باليش انا tu veux dire quelque chose tu veux dire quelque chose دوزي لي بواط برودكسيون باين بلي ما حاش يخلوك، فهمتيني؟ يعني الانسان مليح يكون حر. انا ولدت لأكون حرا، يعني ما نرتبطش باي امر، ما نحب اديكسيون حتى امر، وما نحب ارتباط حتى امر، جو سين با دي كونترا. يعني بعيدا عن فكرة الحرية، يعني بصفة عامة، هل تشوف إنه الراب المستقل أحسن ولا الراب اللي تتولاه يعني شركة الإنتاج أحسن؟ راب المستقل احسن بمراحل. شركه الانتاج يقدروا يضيفوا لك اضافات، بار اكزومبل في لا كاليتي دو سون، لا كاليتي دو كليب، تولي ما تشقاش، ما تخلصش، ما تحوسش شكون يدير لك كليب، ما تحوسش ستوديو. مي افورس كي تكون ليبر راك تعرف ناس ويولوا صحابك ويولوا يخدموا معاك وما يخدموا لك وكل شيء. أيوب، هل تعرضت للضغط بسبب الشهرة؟ سي سور الشهرة كيما كانت في البون كوتي ولا في الموفي كوتي تعرض للضغوطات، يعني ما تقدرش تمشي ابي اليز، ما تقدرش كذا، ولكن هذا الضغط ضغط جميل، تسمعي بنوع من الضغوطات جميله. تسمى تلقاي محبه تاع الناس منها، بارفو انت مزروب يحبسك واحد كذا وانت مزروب، تجي تقلق من بعد تفكر باللي هذا يحبك شغل، ما فهمتيني؟ نورمال تولي العفسه هذه اصلا تولي تحبها. يعني حاولت تبذل مجهود في محيطك باش تحسس صحابك انه ما كاش حاجه تبدلت فيك، ولا قلت خليه شمونفولي يعرفني؟ نو، انا صحابي على بالهم باللي ما تبدلتش، جو ني با شونجي، داير راني مازالني معاكم هنا، جدورو الابي في بويرة صحابي هما صحابي، لافاك تاعي هي لافاك تاعي اللي قريت فيها، حومتي هي حومتي، ريان نا شونجي، صوف لو ستاتيو هذا كله بوز تاع الناس عرفوا كذا ما كان، ريان دوطر. كيما على بالنا أيوب، الجزائر قارة، هل خممت انه تبدل لاكسون وتخرج يعني اغنيه مثلا باللهجه الشاويه وتكون الكلمات يعني ان بو بارتو شرق الغرب؟ شوفي، جوتيليز بون، هي لو رابور باش نفهمك، ديجا لو راب لازم يكون عندك انتماء للكارتي تاعك، لا ريجيون تاعك، الحومه تاعك، دونك لازم تغني بلو لارغو تاع الحومه تاعك. مي من ذاك الانسان يدخل سطر زوج من لهجات واحد اخرين، بار اكزومبل بارفوا جو راب بالبويريه، ومن بعد نقول سطر ما باليش قال كيما يقولوا خاوتنا في الغرب، ولا جو مي كيلك شوز اون كابيل، ولا نهضر حاجه بالشاويه، هذه درتها، فهمتيني؟ مي ماشي الاغنيه كاع، فهمتيني؟ تحط دي ريفيرونس من البلاد بيان سور، فيو كو تو الجيريان بيان سور. فكره انه التعاون مع مغني غير جزائري، هل هو احتمال وارد نشوفوه يوبي؟ بون صرات ديجا كلاي بي بي جي، صرات مع كوثر من المغرب، صرات ديجا خدمت مع دي جون اور الجيري، راهم جايين دي فيت مع دي رابور فرونسي منا، لا باس يعني، امور يعني اللي راهي تمشي. يوبي في بدايته هل عانى من الجهويه كما نشوفوه في مجال التمثيل؟ بون الجهويه في الراب يونا با ترو باش نتفاهم، لا رابور باينه باللي هذا يفتخر بلا فيل تاعو، هذا يفتخر بلا فيل تاعو وكذا، بوكو بلوس في الجيري كاين قطبين تاع راب، يعني قطبين كبار، يعني يا دو فيل اللي فيهم بزاف لو راب، عنابه الجي اورون يا دو راب ثاني، القطبين هذو دائما اللي كاينه بيناتهم من سيرتان كونكورونس، انا جيت في وسطهم ما يحبوني الحمد لله، يعني ما عانيت من الجهويه ما والو. ديجا شوفي، كان عندي صحابي مقسمطينه، لو جروب تاع صاربا كان، كنا انا والكود داك لارغو، بزاف عباد يعني بلان، كنت بون في الجي كي نطلع عندك تراب كينغ، عندك فوبيا، عندك زاد كا، كنا دو تري بون زامي، بومرداس عندي سكورب صاحبي، عندنا ما تحكيش، تسمى الشرق كومبلي ما تحكيش، لا ما تحكيش، فوالا شغل. في الغرب عندك دي توكس، ما كاش جهويه،
لم اعاني من هذا الحمد لله. يعني الحمد لله. الجيري وحيده موحده في كاع لي دومين. أكيد. أنت أيوب ضد فكرة التعدي على الاختصاصات، يعني شفنا وين بزاف مغنيين جابوهم يمثلوا بسبب يعني المشاهدات ولا وش اللي يخلي يوبي في المستقبل يمثل يعني دور تمثيلي؟ وانا خدمت مسرح، انا نقدر نمثل، فهمتيني؟ نقدر نمثل. مي جو بريفير ليسي لا شونس للانسان اللي دايرو لو ميتي تاعو، كي شاف اللي داير تمثيل لو ميتي تاعو. الا مثلت سوا لازم يكون لو رول تري انتريسون، ولا نكون كتبت في السيناريو تشوف راكي فاهم. سينو ابار سا زعما بور لانستون اوني في واحد لو بوين تاع اون في دو لا ميوزيك كاري. يعني أنت تشوف إنه بصفة عامة ماشي مليح تعدي اختصاص، يعني واحد ما لعبش مسرح ولا ماشي الاختصاص تاعو بسبب مشاهدته فقط بيان تشتي واحد خسرت له الطوموبيل ديال البلومبي بيناتنا ما كاش منها ديال ميكانيسيان. السلام عليكم. هكا اللي تطور الامور. يوبي احكي لنا كيفاش راك تتعامل مع الانتقادات اللي يوصلوك؟ والله غير بقلبي نرحب وصدر نرحب وانتيك مين ذاك هكا نحرش نجاوب هكا بالتحراش، ولكن الحقد كاع ما عنديش. يعني ارضاء الناس غايه لا تدرك، ما كاش كيفاش يحبوك كاع الناس. انا نشوف باللي نبي الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا له بعد الاعداء وقالوا عليه ساحر والغني كيحبوا ما ينتقدونيش. هذا نبي وما ادراك ما نبي، قالوا عليه كل ما هو سيء. يخرجوك هيترز منتقدين بصح وشنو ما لازمش ترسوفي الانرجي نيجاتيف اللي مدوها لك هذو المنتقدين، باسكو ما حد دير بها والو، ما حاش تافونس. انت كنت سبب في تغيير بعض الافكار. يوبي يعني يؤثر، هل يتاثر؟ يعني شكون اللي يقدر ياثر في يوبي؟ من صعد فوق منبر وقال قال الله ورسوله، هذا هو اللي يقدر ياثر فيه برك. هذا مكان. موضوع آخر، يعني الاختلاف لا يفسد في الود قضية. يعني هل صارت لك وين خسرت أشخاص بسبب اختلاف الرأي؟ بيان سور بيان سور، ماشي خسرت أشخاص، هاجرتهم لمضرات قد تحدث منهم على المجتمع. يعني أنا كي نشوف واحد يروج مع باش أن ارتيست يروج في غناه المخدرات ويدفع في الشباب الأمور، باينة بلي نهجروا. نقولوا ألقي كلمتك وامضي، نقولوا بلي الأمر اللي راك دير فيه سيء، ما فهمش نهجروا. السلام عليكم. يعني صارت لك وين في أمر ما خشنت راسك واتخذت يعني قرار ما ومن بعد ندمت عليه، صارت لك ولا؟ بيان سور تاع يصراو ما كاش إنسان ما يندمش على قرارات اتخذهم، ولكن إذا كانت قرارات سيئة ما تقدرش تندم على حاجة مليحة. احنا نتمنى يعني جل قراراتنا، ماشي كله، يعني في اللغة العربية جل وكل ماشي كيف جل أو قريب من كل. جل قراراتنا نتمنوها تكون صائبة، أما القرارات الخاطئة نقعدوا نديروها ما دامنا في الحياة ونتنفسوا، نقعدوا نغلطوا. وهذا الأمر اللي الغلط اللي ديروا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صحوا مع الله عز وجل، ما تصحوش مع الناس. يعني أنا إذا غلطت العفسة اللي نعتبرها غلطة اللي تكون مع الله عز وجل. ما كان. وش هما في هذا المجال، يعني وش هما المبادئ اللي ما يقدرش يتخلى عليهم يوبي؟ يا بوكو. يعني مثلا لو يجيك عرض عمل مع مغني، انت يعني كشخص ما تحترموش ولا كاش، هل تقبل هذا العمل؟ ما نحترموش كشخص. نعم، ماشي في مجال. لا ما نقدروش غير اذا صرا هذاك ومن بعد صراو مشاكل وليت ما نحترموش، فهمتيني؟ كان يصرا الفيت تخدم معاه ومن بعد ما باش ديكوفري امور ولا تولي ما تحترموش. يعني الامور هذو غير ثابته، يعني الانسان ما اذا قاعد يغلط وانت تتجاوز عليه ومن بعد مومون تولي ما تحترموش، بصح يكون صرا ديجا الفيتورينغ معك، انت ما كانش على بالك بلي هذا الانسان ما باليش فيه ولا فيه. بصح نورمال ليسونسيال الانسان نهار يهجر انسان
ما يحكيش عليه وخلاص. يعني من باب المبدأ من باب المبدأ وخلاص. حياتك بلا راب أيوب كيفاش كانت حتكون؟ كانت راح تكون جد عادية كأي شاب جزائري إتيديون خدام. باغ اكزومبل دوكا ماشي الراب هو اللي راني عايش به، زعما أنا خدام نخدم نافيغي راكي فاهمة، لي سبوت بيبليسيتير مع خويا كل خطرة كيفاش. تسمى باب الرزق تاعي أنا الأساسي اللي نوكل به دارنا ماشي راب، لأني عندي واحد التحفظ هكذا من الكوتي تاع الدراهم تاع الموسيقى وكل ما تجلبه الموسيقى. هذا ما كان. كيفاش غير مجال هذا من حياتك؟ صاما في ديكوفرير بزاف صوالح، خلاني نسافر، خلاني نعرف عقليات، خلاني نديفلوبي في بزاف مجالات اخرى تتبع هذا المجال. يعني سيتين شغل عشت اون بيريود تاع جوناس اللي كيما كنت حابها كيفاش جي توفي. هذا ما كان. قلت لنا دوكا باللي انه عندك فكره على المال اللي يدخل من الموسيقى، يعني انت متصالح ومدرك انه الغناء حرام. هل يصير صراع داخلي انه على بالك باللي يعني حرام وانت راك مكمل فيه، يعني هذاك الصراع اللي يصرى داخل يعني بينك وبين روحك؟ انا الموسيقى ماشي مكمل فيها، ويصراو لي واحد الايامات ندخل في السقاط كي المقني نبدل الريش نكره الراب ونعزل روحي ومن بعد طب يا مات انت انسبيرا جو لاشان مورسو ولا ولات حومتي تقبوا لي راسي قال يا يوبيك طولت هاكو مورسو فهمتيني. دونك هذاك الحماس ومنا بدا يروح لنا والحمد لله بدا يتلاشى فهمتيني. وليت نخدم دي زالبوم دي بروجي بكري شنو كل سمانه سينجل كيفاهم. ربيع داير عيطوا لي لا ماشين نكتب ونرمي اليوتيوب تاعي كان معمر دوكا شاك 3 موا 4 موا عندك او بي ولا البوم. سلام عليكم. فهمتك. ايوب مريت بتجربه اكتئاب. وي. هل من الممكن تحكي لنا عليها؟ الاكتئاب اللي مريت به انايا كان من اصعب المراحل يعني في حياتي 2017 18 حتى لديبي 2019. سيتي اون بيريود وين الانسان زعما كره كلش يعني انسان زعما خرج من واحد ديجا من المجتمع ديجا توتالواني ما يقعد لك بليزير في والو كيف فاهمه. شغل الاكتئاب يردك ما من الماكله اللي تكون تحب تاكلها افو ما توليش تحب تاكلها تسمى يروح لك لو بليزير في كلش. هذا الشغف يروح لك الشغف في كلش ما تقدرش تيماجيني شحال واعر. سي ان بروبليم هرمونال انا عندي وراثي كيف السيروتونين هابط على سيروتونين هرمون سيروتونين ما كاش مخي ما يفرزش كيف هيا وشنو كاينه حاجه والله العوده الى الله بل. سبحانه صح والله غير خرجت من الدعوه نحكي في ليله ما رفدت يدي بصدق لله عز وجل قلت له خلاص عييت بديت نبرا والله العلي العظيم ما فاتش سمانه غير بديت نحس روحي بيان وليت نقدر نخرج وليت نقدر عاود ريبرونيت لي كونتاكت مع صحابي بيان حتى عاودت لي يعني العوده الى الله اللي راه في مراحل كيما هذا اقسم بالله نوصل للفجر في وقته. هذا ما كان. بعض مغنيي الراب القدامى يعني ما يعترفوش بالجيل الجديد وبالموجة الجديدة للراب. راك تشوف انه هذا الشيء مجرد رفض للتغيير كما في باقي يعني المجالات ولا كاين حاجة واحدة أخرى؟ نو ليس مجرد رفض للتغيير. كاين لي بوريست دوك حنا في الراب نقولوا لهم لي بوريست حتى هذه صارت في كاع لي ستيل من في الشعبي بكري كي جا القروابي وزاد له سانتيتيزر وزاد واحد لي زانسترومون واحد اخرين ودخل عفايس جدد زعما دي بارول جدد نوع تاع دي بارول جدد في الوسمو تاعو في الغنى تاعو. الشيوخه تاع الشعبي بكري زعفوا عليه كيفاش تقول الو في الشعبي من فضلك جوز لي القصه ما تقبلوش الامر. ولكن قروابي اسطوره قروابي الى سوفر هاد العفسه وفريمون ديفلوبا الشعبي باسا فاسون. القروابي سي بارمي لي جون في الشعبيه الجيريا بسون بروبر ستيل كيفاش دحمان الحراشي ثاني
لاموه على جال الاغنيه القصيره، وحنا ما كناش نشوفوا قبل حمال الحراشي اغنيه تاع شعبي فيها 3 دقائق، فهمتي؟ بكري الشعبي ويستخبر ويدخل وبلا عقال ويغني قصيد كومبلي فيه واحد الابنيات بيت، ومن بعد راه يبدل في الطوبوع، راه في السيحلي واللي في الزيدان، ومن بعد عنده النقلاب، ومن بعد عنده النصراف، ومن بعد عنده كذا. انا نقبل التغيير، مي جو غارد مون اولد سكول. انا جو غارد هذيك ليكول اللي تعلمت فيها، كيف فاهمه؟ تقعد عندي وماذا بيا زعما يقدروا يديكوفريو دي ستيل دوكا جدد خير، ولا ماذا بيا مسافر تافونسي تعطينا حاجة جديدة يعني. هل تشوف انه لازم يكون كاين حدود لمواضيع الراب، ولا لازم تكون الحرية المطلقة في هذا النوع من الموسيقى؟ انا قلت لك مقبل كنا نحكوا على الحريه، انا نامن بلا ليبرتي توتال. تو فو دير قول، ما تبخلش. يعني تشوف انه لو رابور لازم يحكي دائما عن الواقع المعاش؟ بيان سور. يعني ما يجيبش حكايات من الحياة. كيفاش تشوف لي رابور اللي يكتبوا لهم وهما يأدوا فقط؟ بون سا سو ني با ان رابور، هذا ماهوش، هذا ما نعتبروش حنا ما نعتبروش واحد يغني عفايس كتبوهم له رابور. ديجا بوريت انا رابور يفو تكون ان بارولي، هذه معروفه. يعني باش تحكي انا على اساس انه التجربه خير من اللي كيكتبوا لك. بيان سور لازم تحكي انت واش راك تحس، باسكو الحاجه اللي تخرج من القلب تروح للقلب، وفيك يكتبوا لك هذا الامر ماهوش خارج من قلبك، دونك tu interprètes, tu chantes. Toi tu chantes, tu n'es pas un rappeur. ما كان. هل جازت عليك لحظة خلاتك تعيد التفكير في كل شيء؟ وي جازو بزاف نهار بسبب اغنيه قلتها حبس الواحد مو نورمال، جازت الحمد لله. جازت الحمد لله ربي ما فيه غير خير الحمد لله. اعطينا صفة فيك اللي تحبها ولا ما تحبهاش في روحك. صفة نحبها وصفة ما نحبهاش. خير. لا أستطيع مدح نفسي ولكن أستطيع ذمها. يعني الإنسان باش يمدح نفسه والله لا أعرف زعما خصائص زعما الملاح فيا ولا الصفات المحمودة فيا، لأني مانيش مركز معها، أنا مركز مع العيانين باش نحيهم. دونك ما نقدرش نعطيك حاجة مليحة فيا، نعطيك حاجة ماشي مليحة فيا وأنت ديكوفري مليحة. أنا نيرفي. أنا إنسان نيرفي جدا نيرفي. صريح يعني أيوب معروف بالصراحة. صراحة ونيرفي. هل هناك فكرة يعني أحيانا تجيك في راسك اللي تخوفك من روحك وين تخليك تقول أو لا ما نديرهاش؟ سي سور بارفوا يبانوا لك دي كونغي هكا في راسك، ممكن ماشي واحد زعما جاني الله عز وجل كيما نقولوا مانع من واحد الامور. الحمد لله جينا مسلمين برك. لو كان في المستقبل يقترحوا عليك يمثلوا قصة حياتك، كيفاش يعني من الأول يعني كيفاش بديت إلى آخره، هل تقبل إنه يدوا القصة يعني السيناريو من عندك يعني من A ل Z، ولا إنك تكون تخليهم هما يعني يخدموا السيناريو وأنت تكون مجرد متفرج فقط؟ من قراءة وي. يقدروا يخدموا السيناريو، يقدروا يسقسوا صحابي يقدروا يحكوا لهم. ما جو بو با ادخل لوتور دو ما في. ما استقبلوا فكرة انه ماشي انت اللي بون نعطي لهم واش راهم حابين يدوا، بيان سور انا نقول لهم، مي كي يحبوا يسقسوا على برا اوكي، ما كاين ما يتخبى. الحمد لله. في المستقبل لو كان وليدك يعني يحب يدخل في هذا من ذوك بدون نقاش تعارض يعني؟ أعارض بشدة. وشنو هما الحاجات اللي تمنيت لو كان قالوهم لك من قبل يعني ما تدخل في هذا المجال؟ تمنيت كان قالوا لي كون بلو بوزي. شوفوا كان قالوا لي ارتبك كي جاو على مكان. شكرا لك أيوب، كان حوار جد مشيق يعني. شكرا لقبولك الدعوة وحضورك معنا. جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم. اشاك فوا تحبوا نحضر
اللي حبيتوا ثاني يكون معاكم قولوا لي، ما تكسروش كاع لسانكم، راني هنايا وبارك الله فيكم وبالتوفيق ان شاء الله. بيس اند لوف. شكرا.